زي كل جمعة مج، بس المج المرة دي فيه مية الصراحة. وهنتكلم النهاردة عن ازاي نبقى كويسين تاني. انا عارفة لان انا مريت بحاجة زي كده. فجأة الواحد بيحس ان هو بقى مش ان كنترول. فجأة الواحد مش قادر يعمل حاجة، مش عايز يعمل حاجة، مش عايز يبقى قادر يعمل حاجة، ومش متصور ان هو ممكن يقدر يكون عايز يعمل حاجة تاني. ده كان انا طول الصيف، وبجد طول الصيف حتى هتلاقوا ان انا ما كنتش بنزل اي حاجة. طبعا كنتش بنزل يوتيوب، بس مش هو دي الفكرة. حتى الكونتنت اللي انا كنت بنزله في الاماكن التانية كنت مبطلاه تقريبا، وما كنتش قادره وما كنتش عايزه. حتى البيزنس كنت موقفه شغل وما بنعملش حاجه، ولا انا ولا ريم، لان كنت واخده حجه ان ريم لسه متجوزه صاحبتي ماي بيست فريند يعني لو ما تعرفوش. لحد ما خدت مع نفسي وقفه وعملت اعاده كده لترتيب اولوياتي. الحاجات اللي انا عملتها هبله لدرجه ان انتوا تفتكروني ان انا بقول اي كلام. الحاجات الهبله والصغيره اللي احنا دايما بنشوفها هبله وصغيره بتبقى هي دي الحاجة فعلا اللي بتفرق في حياة البني آدم. دلوقتي ساعة أذان الجمعة، فهتبقوا سامعين الخطبة وكده. أنا دايما بحب أنوه بس عشان لو حد بيحب إن مفيش دوشة، مش عندي في الشانل. هنخش بستبس كده ازاي الواحد بجد يبقى كويس. أول حاجة، قد ايه مهم، قد ايه مهم ان الواحد يبطل يركز في حياة الناس اللي حواليه. مين عمل، مين راح، مين جاب، مين اشترى، مين عزل، مين معاه ايه، مين من المشاهير عنده ايه، مين معاه كام، مين بيقبض كام. مش عايزه اقول لكم الموضوع ده ممكن يبوظ نفسيه البني ادم قد ايه. الاكسبوجر على السوشيال ميديا للناس اللي على السوشيال ميديا، انا دايما بحب اعمل لما باجي اتفرج على السوشيال ميديا بقنع دماغي ان انا بتفرج على فيلم. مش لازم اخش بدماغي في تفاصيل الشخص اللي قدامي جاب ايه وجاب ازاي وازاي معاه الفلوس دي، علشان بجد الموضوع ده بيتعب الانسان نفسيا. ان انا افضل مركز ففعلا البني ادم جاب الحاجه دي ازاي ومنين، والفلوس دي كلها ايه، وليه انا معيش وليه هو معاه. بتدخلنا في مقارنات وبتدخلنا في حته الواحد صعب قوي يطلع منها، لان هو بجد دماغ البني ادم بتسوح وبتخلي الواحد غصب عنه، لان دي طبيعه البني ادم ان هو يعمل جواه سواد وضغينه وحقد. بتخليك صعب عليك انك تعيش، وصعب عليك اصلا حتى لو انت عندك بوتنشال او عندك احتماليه انك توصل لحاجه. الحته دي والتركيز في حياه الناس التانية بيخليك مش عارف. وحتى عامه لو وصلت لحاجه وقدرت تشتغل على نفسك، تفضل دايما باصص للي فوق منك، مش عارف تقتنع ومش عارف تحمد ربنا على اللي معاك. وكمان الواحد بيبقى مهم قوي ان هو يبقى عنده ايمان بربنا، وايمان ان ربنا بيوزع الارزاق، وان حتى لو انا شايف اللي قدامي ما يستاهلش، فربنا شايف ان هو ده العدل، وهو يديله الفلوس ويديله الممتلكات ويديله الحاجات دي حتى لو انا مش عندي زيها. ربنا عنده حكمة من كل شيء، ولازم بجد ايماني يبقى مخليني متأكد 100% ان انا دايما باخد حقي واللي قدامي بياخد حقه. ولو انا ما خدتش حقي، او لو انا مش شايف ان انا واخد حقي في الدنيا دلوقتي، اعرف ان كده كده هاخد حقي. كون نظرتك للناس او نظرتك للي حواليك لو اي حد احسن منك يبقى كنوع من انواع التشجيع. شيء مهم قوي ان انا ابقى شايف اكزامبل قدامي في حياتي ان انا عايزه ابقى زيه، او اكزامبل في حياتي انا عايزه اوصل له. بيبقى مهم قوي ان انا يبقى قدامي فيجر او قدامي حاجه، مثال حي لحد كان مثلا زيي وبقى احسن مني. عشان مهم قوي يبقى البني ادم عنده الحته بتاعت انا عايزه ابقى احسن وعايزه ابقى افضل، من غير ما اكون بحقد على اللي احسن واللي افضل مني. تاني حاجه، ابطل ان انا طول الوقت احاول اركز مع السلبيات. يعني ايه؟ مش بقى ابص لنص الكوبايه المليان، لان انا ليترلي ربع الكوبايه دي بس هو المليان. بس عامه ان انا ابطل اتشائم، وابطل دايما يبقى المايند سيت بتاعتي او المايند سيت بتاعت البني ادمين عامه بتبقى دايما مايله ان هي تركز ايه الحاجات اللي بقت مش كويسه، او ايه وات وينت رونج، او ايه الحاجات اللي ما مشيتش زي ما انا عايز، وما ببصش على الحاجات اللي ماشيه صح. مثلا صحيت من النوم متاخر، جيت البس البنطلون لبسته بالمشقلب، ايه اليوم الوحش ده، جيت ادور على المفتاح ما لقيتش المفتاح، جيت انزل اطلب اوبر ولا اخد العربيه لقيتها عايزه تحط بنزين فكده هتاخر. دي كلها سلبيات انا ممكن اركز فيها عادي جدا. اقلب اليوم على هذا الاساس، ويومي بجد اقول النهارده يوم مش يومي. بني ادم عنده القابليه ان هو يخلي يوم زي كده حياته كلها. ببقى مركزه كل اسبوع او كل شهر ايه الحاجات الوحشه اللي حصلت، فما يبقاش عندي قابليه ان انا اساسا اتقبل ان الحياه ممكن يبقى فيها حاجه حلوه، او ما يبقاش عندي قابليه ان انا اقدر ان انا اركز على الحاجات الحلوه اللي بتحصل، لان كل يوم في حاجات حلوه بتحصل. كل يوم بصحى، مش هقول لكم كلام كليشيه والله العظيم مش كليشيه، بس انا بس بعرفكم. كل يوم الواحد بيصحى، بيتنفس، بيشم، بيلمس، بيشوف، بيمشي. كل الحاجات دي احنا واخدينها فور جرانتد قوي، ولكن ده مش العادي. في ناس كتير قوي مش ده العادي بتاع ان انا ادي مخي سلبيات. انا كده بديله اللي هو زي الفيول او البنزين، ازاي اخلي حياتي وحشه وتعيسه، وازاي ما احاولش ان انا ابقى احسن في اي وقت من الاوقات. اعرف ان كل ما هتركز على الحاجات الوحشه، مش فكره بانك بتجذب الحاجات الوحشه، كل ما بتركز مع الحاجات الوحشه كل ما بتركز مع الحاجات الوحشه اكتر.
وكل ما بتلاحظ كل صغيرة وكبيرة وحشة بتحصل في حياتك غصب عنك. وده مش معناه ان مفيش حاجة وحشة بتحصل، بس كده بالظبط بصيلها بفكرة انا مثلا عجباني العربية الفلانية، عجباني عربية تويوتا كرولا، هنزل هلاقي الناس كلها سايقة تويوتا كرولا عشان انا مخي قرر ان هو يركز مع تويوتا كرولا. انا عجباني العربية بورشه مش منتشرة، هبتدي اشوفها اكتر من العادي لان انا مخي ابتدى يركز مع العربية دي بشكل غير عادي. فهو ده بالظبط اللي بيحصل في حياة البني ادم، كل ما هتركز على حاجة كل ما هتشوفها اكتر، وكل ما تركز على حاجة الفوكس بتاع دماغك هيسويتش عليها وهتلاقي نفسك بتلاحظها وبتشوفها اكتر بكتير. ده بقى بيحصل بالظبط في الحلو وفي الوحش. اقول لكم موقف، ومش ده عشان انا انسانة كويسة، بالعكس انا اشتغلت كتير قوي عشان اوصل للحتة دي، واتبسطت جدا من نفسي وام سو براود اوف ماي سيلف وفخوره ان انا وصلت للحته دي. انا عربيتي اتخبطت الاسبوع اللي فات. انتوا مش عارفين يعني ايه عربيتي تتخبط، دي بالنسبه لي اوحش حاجه ممكن تحصل لي في حياتي. اول ما اتخبطت انا كنت عارفه ان انا محتاجه اغير البروتكشن او الحمايه اللي على العربيه. اول ما اتخبطت طبعا جالي بانيك اتاك. خلاص مش مشكله، عدينا الحته دي. قلت الحمد لله ان هي اتخبطت علشان يبقى تشجيع ليا ان انا اسيبها واغير البروتكشن ده عشان بيقعد 3 ايام. من سنه لو ده نفس الحاجه حصلت والله العظيم انتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل، انتوا مش عارفين انا قد ايه مش مودي بقى اليوم بيتغير ولا الاسبوع بيتغير، انا الشهر بيتغير وببقى باصه لكل حاجه بطريقه نيجاتيف وباصه بطريقه وحشه لكل حاجه. انا قررت ان حاجه زي كده لما تحصل انا يعني هغير وهبص على كل حاجه ان هي وحشه. لكن لما بصيت على الموضوع ان انا عربيتي اتخبطت وديتها تعمل بروتكشن، كان بقالي فتره تعبانه من السواقه عشان لما يعرفش ان انا بعمل براند، وكل يومين بسافر محافظة تانية وبرجع، كل يومين بسافر محافظة تانية وبرجع، فأنا تعبانة من السواقة من المجهود اللي أنا بعمله. فقلت خلاص اهي دي فرصة ان أنا إن شاء الله بإذن الله أروح وأرجع من غير ما أسوق. حاجة ودي مهمة جدا ان أنا أعمل روتين، حتى لو روتين أهبل، مش لازم يبقى الروتين ال 5000 ستيب اللي انا بعمله او اللي غيري بيعملوه او الانفلونسرز بيعملوه. خلينا صريحين، انا كانفلونسر علشان بس انا طبعا اليومين دول انا مش فاضيه، فحتى الروتين بتاعي مش احسن حاجه. بس لو شخص بيشتغل من بيته بيبقى عنده اوبشن ان هو يعمل حاجات الصبح اكتر، او بيبقى عنده اوبشن ان هو روتينه يبقى مسترخي اكتر. ولكن لو انا انسان بشتغل او بروح الجامعه او بروح المدرسه او هعمل روتين لنفسي بسيط جدا ويفرق في يومي 180 درجه. اصحى في وقت معين اللي هو يبقى بدري عن معادي بحبه تخليني عندي الاريحيه ان انا اعمل حاجات الصبح، وفي نفس الوقت انام بالليل في وقت محدد علشان ما ندمش الصبح او ما بقاش صاحي متلهوج الصبح او متصربع الصبح. لان انا لما ببقى متصربع ولما تبقى عارف ان انت عايز تنام بدري وانت بتحب مثلا تقعد على الموبايل تسكرول تخش على السرير بدري، ملهاش حل اخر. انا مثلا روتيني الصبح الفتره اللي انا مشغوله فيها، انا كل يوم بنزل من الساعه 11 برجع الساعه 11 بالليل لان انا ورايا شغل كتير جدا. بصحى الساعه 9 الصبح، اعمل الفطار بتاعي، افطر، افتح اتفرج على مسلسل، بس ده الروتين بتاعي. بالليل باجي بشرب شاي معين، برش ريحه معينه اللي هي ريحه لافندر في الاوضه وبنام، وهو ده الروتين بتاع بالليل من غير لعبكه. الموضوع ده بيعمل ايه؟ الموضوع ده بيفرق في نفسيه البني ادم 180 درجه، ومحدش يسالني ليه عشان انا معرفش. قريت الموضوع ده طبقته فعلا، فرق مع الداينامكس بتاعت دماغي ان انا مش بنام متاخر وبصحى. مش هقول لكم تصحوا الساعه 6 الصبح، بقول لكم انا بصحى الساعه 9. انت لو شغلك الساعه 12 اصحى الساعه 10 الصبح كلها، ان انت يبقى عندك وقت الصبح انك تعمل اي حاجه. رابع حاجه وبالنسبه لي دي حاجه مهمه جدا، وكل ما بتكلم في الموضوع ده الناس بتفتكرني ان انا بقول حاجه كليشيه، اهميه ان الواحد يقضي وقت مع نفسه. مهم جدا انك تقعد مع نفسك، ومش كل وقتك مع نفسك تبقى ماسك الموبايل، ومش كل وقتك مع نفسك تبقى بتتفرج على نتفليكس، ولا طول الوقت مع نفسك قاعد فاتح بتتفرج على حاجه اونلاين. مهم جدا ان الواحد يقضي وقت مع نفسه، سواء الوقت ده وانا رايحه بتمشى، سواء الوقت ده وانا قاعده بالليل على السرير، سواء الوقت ده وانا قاعده على الكرسي. انا عن نفسي الوقت اللي بحب اقضيه مع نفسي هو وانا بتمشى بقى علشان انا نازله اتمشى، ولا بتمشى علشان انا رايحه مشوار، ولا بتمشى علشان انا معرفش ايه. المهم ان انا بتمشى، بحب كده اقعد مع نفسي واعرف. لان ساعات الواحد بيبقى عنده كلاكيع جواه ما بتطلعش غيره هو قاعد لوحده، سواء بقى الكلاكيع دي ليها حل وان انا هقعد مع نفسي واقول حل الموضوع ده 1 2 3 وابتدي فعلا اخد الستبس، او ابقى عارفه ان المشكله اللي عندي دي ملهاش حل واحاول ان انا اقتنع ان المشكله دي ملهاش حل واتقبل وجودها. وده
هيخليني اشيل هم من عليا، وهيخليني اطلع كلاكيع من جوايا واقول خلاص هو ده الواقع وهتعامل معاه على هذا الاساس، ومش كل شويه افكر نفسي ان دي حاجه موجوده وانا مش قادر اتعامل معاها. لان بيبقى مهم جدا 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 ان انا اعرف المشكله اللي عندي دي علشان اعرف احلها. مهم جدا ان انا اقعد مع نفسي واعرف ايه الحاجات اللي انا بحبها وايه الحاجات اللي انا ما بحبهاش، ايه الحاجات اللي بتحصل في اليوم بتضايقني، ايه الحاجات اللي انا ممكن تكون بتضايقني واشيلها من يومي. لان مفيش حد بيبقى مغصوب على 100% من الحاجات اللي هو بيعملها طول اليوم. اتليست عندك تحكم، بتاكل ايه، بتشرب ايه، متقوليش انت مغصوب على كل حاجه. يعني في حاجات اقدر اشيلها واقدر اخليها تبقى احسن لي. انا مثلا مغصوب ان انا كل يوم بصحى في وقت معين علشان اروح الشغل، خلاص قبل ما اروح الشغل هحاول احط حاجتين 3 اعملهم علشان تبقى حاجه كويسه ليا، تخلي مودي كويس، تخليني حاسس ان انا مش مغصوب على كل حاجه بعمل. لو السيلف كير بالنسبه لي ان انا انام ساعه زياده انام ساعه زياده، لو السيلف كير بالنسبه لي ان انا اصحى ساعه بدري اصحى ساعه بدري. ممكن يبقى الفيديو مفهوش معلومه جديده، بس بحس ان لما حد بيحط لي 1 2 3 4 قدامي بيفرق جدا في الطريقه اللي انا بشوف بيها الامور، وبيخليني فعلا اركز في الحاجات اللي انا اقدر اغيرها. وبس كده. قولولي ايه الفيديوز اللي انتوا عايزيني اعملها الاسبوع اللي جاي، وما تنسوش تفتحوا اللينكس اللي موجوده في الديسكريبشن بوكس. وبس كده.